أهلا بكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. سنة 1996 زار المتحف المصري خبير الأحجار والمناجم الإيطالي فينشينزو دي ميشيل، واللي لما شاف قلادة توت عنخ آمون انبهر جدا بجمالها ودقة صناعتها. بس أكتر حاجة أثارت فضوله وانبهاره كان الجعران الأصفر اللي موجود في نص القلادة، وده لأنه مصنوع من الزجاج الأصفر اللي ما بيتكونش غير في ظروف خاصة ودرجات حرارة عالية جدا بتوصل لأكتر من 10,000 درجة مئوية. وهو ده موضوع حلقة النهاردة اللي أتمنى إنها تعجبكم. تعتبر القلادة واحدة من أجمل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، وقد حيرت القلادة العلماء مش بس بسبب جمالها ودقة تصميمها، لأ ده كمان بسبب الجعران الأصفر الموجود في نص القلادة واللي بيضيف ليها مظهر مميز جدا. وده لأن الجعران مصنوع من الزجاج الأصفر النقي جدا، واللي العلماء قالوا إن ده محتاج درجات حرارة عالية جدا بتوصل لأكتر من 10,000 درجة مئوية، وإن ده ما بيحصلش غير في الانفجارات النووية أو الانفجارات الكونية الناتجة من اختراق النيازك في كوكب الأرض. تتكون هذه القلادة من عدة أجزاء زخرفية شديدة الدقة والجمال، فالصف العلوي عبارة عن شكل الهلال يتوسطه القمر وهو في حالة البدر، ويزين البدر منظر تتويج الملك وهو يقف في المنتصف ويرتدي التاج الأزرق، وفوق رأسه القمر وهو في حالة البدر. وعلى يسار الملك الكيان المقدس تحوت برأس طائر إيبس، وفوق رأسه الهلال والبدر. وعلى يمين الملك الكيان المقدس رع حور أخي وهو يرتدي قرص الشمس. وأسفل هذا الجزء صورت عين الوجاة وهي في مركب رع، وعلى جانبيها حية الكبرى المتوجة بقرص الشمس، وأسفلها الجعران الأصفر المجنح وكأنه يحملها للنور في الأفق. ويحمل الجعران بمخالبه التي تم تزيينه بها علامة الشن رمز الأبدية، ويمسك بقلب زهرة وبراعم اللوتس، ويمسك بالمخلب الآخر زهرة الزنبق. ويوجد على جانبي الجعران حيتان الكبرى المتوجتان بقرص الشمس، وفي الجزء الأسفل من القلادة يوجد أشكال لشموس صغيرة وزهور اللوتس. وتعتبر القلادة من القطع التي تتعلق بتتويج الملك كحاكم لمصر، ولها معنى ديني وهو يدل على الدورة الأبدية للملك كحاكم لمصر العليا والسفلى. القلادة موجودة حاليا في المتحف المصري في التحرير في القاعة الخاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون، وسيتم نقلها مع باقي مقتنيات الملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير في وقت لاحق. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا اللي أتمنى تكونوا استمتعتم بيها، وإني أكون قدرت أوصل لكم ولو جزء بسيط عن عظمة الحضارة المصرية وعظمة أجدادنا المصريين.